بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. باريزان هر لا درجة درسكان من لعلوم القرآن لفصل بينزم علوم وتفسير القرآن بوين جيشنا تسوارم كعلمية تريش بيدا قتري علم أحكام القرآن. المراد بأحكام القرآن ما بس لا أحكام القرآن ضل من اتجاهات التفسير الاتجاه الفقهي. يقلا اتجاه كان التفسير اتجاه فقهية، ما بس بيتيا قصد المفسر في تفسيره إبراز الأحكام الفقهية. مفسر لتفسير كي خويدا حكم فقهي كان زياتر إبراز دكا زياتر الدار دخاتن زياتر جرينجي بيداتن التي تدل عليها آيات القرآن كآيات القرآن كان آماجي بي كردون أو أحكام فقهيانة. وهو معرف بأحكام القرآن إسا بيدا قتري أحكام القرآن أهو مشهورة ناوكي أو هيا، ويسميه البعض هنديش بيدلن التفسير الفقهي، تفسير فقهي كواتا تون دتوانين بيناسي زانستي أحكام القرآن بكين دتوانين بلين بأنه العلم الذي يعنى أو زانستي كجرينجي ددا ببيان الأحكام الشرعية بارون كرنوي حكم الشرعية كان التي تدل عليها آيات القرآن كآيات قرآن الدلالة آما جي بيدكات ذات سبب النص نصا أو استنباطا. نص صريح وأقيموا الصلاة يعني استنباطا دين زانان إذا كان استنباط دا كان لي هردسن لي وردقرين سبارت بجماري آياتكاني كأحكام لقرآن داهي وقسم كاني تسنة بريزان زانان ديارة بو جمار دني أو آياتاني كباز الأحكام دا كان ديارة اختلاف يعني واختلفوا في ذلك، فقيل 150 آية، قيل كمان هي ضليصة بنزا آياتا، وقيل 500 آية. هذه يتشهن الدفرمون بين صد آيات بلام أو رأي الدوام وهو أشهر ما قيل في عددها أو زياتر مشهور ترى لبروية كم كالسبارت بأحكام القرآن قصي كربيتو كتابي لسر نسيبي مقاتلي كوري سليمان كصالي سطو بنزاو فاتي كرديا هجري أو كتابي تصنيف كردوا لو كتابي دا أما جايبا بينصد آيات كردوا. وهروها إمام الزركشي رحمة إخوائي بالتعليل كردي يعني هو كاركتي هذا بو أو خلافه هي. وعلل الزركشي هذا القول باحتمال أن يكون مرادهم الآيات الصريحة في الأحكام، ما بس يعني بهي لكن هذه الشيء كآيات كان بالصريح بس أحكام دكاتن، وإلا أجرنا ففي آيات القصص والأمثال وغيرها ما يستنبط منها كثير من الأحكام. أجرنا حتى لا آيات كان باسي تشرق ده كان قصص باسي مثل دكاتن لوش كرازانا استنباطي أحكام يعني ليكردو وحكم يعني ورقرتوا زابويا اللي رتسمان بوبادر دكي. ومن هنا يتبين لنا أن آيات الأحكام آيات أحكام كان من حيث دلالتها على الأحكام كأعماجتك بحكم كان قسمان دوبش بريزان يكميان آيات صريحة في الأحكام يعني آيات كان صريحة بأشكرا باسي حكم دكاتن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وزر يعني بصريحي باسي عندك، فتؤخذ الأحكام من تفسير الآية الظاهرا يعني الظاهري بظاهري يكسر آيات حكم كان لا آيات كان ورد جيرة دوم يعني كقسم بشي دوميتي قسمي دوما ما تؤخذ منها الأحكام بطريق الاستنباط بش يوي استنباط دي ورجيراوا كإسال لا يتري الشعلب نمونتان بوباز دكين. وهروها بريزان بابزان كالسرتاي أنفصل بس يشتك ما كردي آية مسألة استنباط. وتقدم معنا في أول فصل أن الاستنباط من الآيات القرآنية استنباط الآيات القرآنية كان هو استخراج المعاني المرتبة على المعنى المرادي من الآية بطريق صحيح أو تهم معنا كي وربقري بس أو معاني المرتبة كترتيب سيدا كاتبة دواي خوي دادني سأنزامش دبي على المعنى المراد أو معنى كما بس لآياتك بلام أقدار بن بريقيش دروست وأنه مرتبة تأتي بعد مرتبة التفسير يعني كم مرتبة تفسيرية كم قناغ دواي أو قناغ أنزل دبيت قناغي استنباط يعني كواتات دبيها مكسك أقربيها باستنباطي آيات أحكام كذا بسرتها بتفسير ذاتي قريبا قناغا إن زابتيت السر استنباط ورقرتني أحكام كان. مثال لقسمي الآيات من حيث دلالتها على الأحكام دو قسم ما نبتازة باس ما كهي بصارحي هي استنباط لي ورجراوا نمونا بريزان
خواهي گەورە لە سوورەی مؤمنون لە ئاەتی 5 و لە ئاەتی 7 دەفەرموێ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. حكمي صريح لو آتانت سن وردجيري برزان إباحة قضاء الشهوة النكاح بطريقين. دو رقاه بو أي مروف بيوي شهوتي خوي قضاء بكات زي بكاتو بريكاتوا يكما الزواج كوا بطريقي زواج دواميان الملك اليميني أو كجاري أو كاتي دجيرا أوش بهمان شد بورقاش وتحريم ما سوى ذلك غير أو حرامه ليرة هردسين لو آت بابزان أو وكو صراحة بابزان وكو استنباط تون استنباط كرايو حكم تريلي والجراوة حكم مستنبط من الآيات أو حكم كاستنباط كرايو لو آتانا ابن كثير رحمة خايلي بدفرمي استدل الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة. تفرمي إمام الشافعي وأواني كموافق إمام الشافعي لو رأي دا كوا تحريم استمناء كريه بدست بو آية بيروزي والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين أو ديار دور رقابو كتازة باسما كرت فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين. استمناء لو دور رقاني كيسان قضاء شهوتي خوي بيبكا ولكوتاي آياتك دفرمي فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون كواتا للرقاء أم دور رقايا اگر ام دور رقايا بكارني قضاء شهوتي خوي بيبكا أو بعادون يعني سنور بزين دا دندريتين ساليرا بصريح حكم يجي لي ورجيرا ديارة باستنباط حكم يجي لي ورجيرا مما مضى يتبين بمان بدر ذكوي أن الآيات الأحكام أو آيات الأحكام التي تدل على الأحكام الشرعية نصا أو استنباطا كواتيان بنص أو كتازة باسما كيان باستنباط لي ورجيرا نص الظاهرة بظاهر آياتك ديارة بين سر هلداني زانستي أحكام القرآن ونسينوي نشأة علم أحكام القرآن وتدوينه ديارة أحكام القرآن بدو قناغي أساسي يعني بنسيني دا تيبر العهد الأولى أي المرحلة الأولى مرحلية كم قناغي كم عهد النبوة والصحابة والتابعين سردمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وصحابي كرام وتابعين رزع إخوان ليبتن ديارة دطوان برنتاوك وصالي سطو حفتاي هجري تقيمتا أو دوريا نزل القرآن متضمنا أحكاما فقهية قرآن كداب الزيواء أحكام القرآن تدابوا تتصل بمصالح العباد في دنياهم وأخراهم كأديار بيوندار بمصلحتي بندكان سلا دنيا سلا آخرتها وصحابي بريز يدركون تلك الأحكام ويعملون بها حكم كان يندزاني ويشام بيذكر وما أشكل عليهم لهرش وينش أجر إشكالي بودروس كردبان دقران بولاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أوج لو قصة عدي كري حاتم كوا رابردو باس ما كرد كوا باز لا نان باز السحور دكاتن إنسان تاتسك هاتك بخوا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر دري أو صحابة برزا وهستا بدو خيتي هنا بن يتش سبي ويتش رش لجير بالي فكر خويدا نابو سيري ذكر بزاني كاميان دنيا روناك دبيت رشو سبيكي ليك بكاتوا سو دواتر بو بيغمبري خواي جرا بيغمبر صلى الله عليه وسلم قلتي شوازك بونوعين ما بس أو خيطا خيتي داونية ما بس فجر كاتك بياني روناتشي شفق دردسيتين روناتشي دردسي لباش وفاتي بيغمبري صلى الله عليه وسلم كفتوحات إسلامي فراوان بو ديار حوادث نوي بيدابون بيوسي باجتهاد الصحابة ذكر لفتوى ولا قضاوت كروي دابا سيان ذكر الصحابة برزان وكان اعتمادهم في استنباط الأحكام اعتمادا لورقرتني حكمك شرعية كان لقرآن ذكر سارتا ذكرانه بالقرآن أجرنما ثم السنة باشان لسنة فإن لم يجدوا فيها اجتهدوا برأيهم هروكو بيغمبري قام عادي كوري جبلينات بو يمن بي فرمو صدقي فرمو للقرآن وردكرم قلتي أدي أقل القرآن ندوزي وقلتي للسنة بيغمبري قلتي أقل ندوزي قلتي أجتهد ولا آلو قلتي اجتهاد دكم دانانيشم كواتلي رسالتا وكو مصدر يكم بو قرآن دقرنا ودواتر بو سنة دواتر الصحابي برس اجتهاد ينكردوا وهم في تلك الحالة قد يجمعون على حكم المستنبط
أوان لو كانت يعني إجماعيا ذكر لسر حكمي كورجيراب، وأحيانا قد يختلفون في فهم الآيات، عندك زاري شبه خلاف عنها والتي جيشتني آياتك، وبالتالي اختلافهم في الحكم المرتب عليه خلاف كدروز بو أو ترتيب يعني نتيجة بدو يخوص دروز زكاة خلاف دروز دبين. ورونترين نمونج لسر أو خلافي الصحابي بريز كتا أو كيساش هرمايا ومذهبي فقهش تدا خلافة ما بس بي وشيء القرء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء سورة بقرة آيات 228 أو القرء قروء كجمع قرأ ما بس بي حيضة يا ما بس بي طهرة أو خلافي لسره وهري كوب بلغي خوشي هي أو صار مذاهب فقهي السنج دا بجبونا هري كو يعني بوتسوني خوان لسر أو بابة هي مما ترتب عليه اختلافهم في عدة المطلقة بو خلاف لعدة مطلقة أفراد غير طلاق درا عدة كي تسندا تسن انتظار ذكاء دواتر بو هي شو بكاتوا. وكان هذا الخلاف في فهم نصوص القرآن هو نواة الحكم خلافي في فهم آيات الأحكام أو خلافة التي جيشتني أو نص القرآن بو نواتك بو يعني سرتايك بو أو خلافك دروز بو لا فهم آيات أحكام زابو أجر بيو سيري كان لا يكاد يخلو تفسير آية من مفسر السلفي من بيان أحكام القرآن أجر بيو سيري كان لرا أو خلافة بدر ذكيوتن يعني كلا تفسير السلف رضي إخوان اللي بيتن لا بيان أحكام القرآن، ولكن هذا الاختلاف برام أو اختلاف كهب والنيوان لم يكن ظاهرة وواضحة زور أشكرا ورنبو، وبالتالي لم يظهر الاتجاه الفقهي في تفسير اتجاه فقهي جنبو بلن أو مدرسي فلان كصحابة أو مدرسي فلانة أو مدرسي فلانة أجرتي لو أنا شاهدك لو صحابة بريزانا يعني بوتسوني إخوان هبو وكاريجري أوانش وكو امتدادك درجة بيدرك بو أو صار مذهبيك لدواي خوان هاتوا أو صار مذهبيك إستا أتباعيا هي أو قناغي كم لا عهد النبوة صحابة وتابعين قناغي دوان بريزان مرحلة مذاهب الفقهية ديال لقرني دومي هجري أو مذاهب فقهية السري هالدان التي كان أول فقهائها المعتبرين أو فقهاء معتبرين كان شيب أبا حنيفة أبو حنيفة رضا ورحمة الله عليه كصالي سطو بنزا وفاتي كرديا باشان إمامي مالك سطو نوتوسيا وفاتي كرديا باشان إمامي شافعي دو سطو تسار وفاتي كرديا باشان إمامي أحمد كوري حنبر كدو سطو تسليق وفاتي كرديا. لكن مع اختلاف في الأحكام لم يظهر التعصب للمذهب برام أجرسي خلاف شان هبوا أو زانا برزانا برام تعصب يا النبوة دمار جيريان نبوة بمذهبك إخوانا، بل كانوا ينبذونه ويدعون للتمسك بالحق والدليل بركو أنا تعصب يعني فريدة دا وبانجي يعني تمسك جردن بحق بدوي حق بدوي دليل أجران واستمر ذلك الاعتدال أو اعتدال هربردان بو تاوكو باش خوان ديار لباش خوان يعني جيلي تر حتميا ديتن أوانش تاوكو لم لا عصر النبوة بدور كوي حتميا تعصب وهندك كمكوري سر هل ذاتن كروح التقليد وتعصب للأئمة والمذهب بيدابو باشنجي أوش كاريجري قد لسر تيجيشتني هندي كان لا آيات أحكام كان فأولها وفق مذهبهم دوات روايلي هادبو آيات كان يعني تفسير ذكرت كبكون زابا لقر مذهبك هي خوي بمشي وازا، إلا أنه مع ذلك فقد ظهر فقهاء أئمة أعلام منصفون يتبعون الدليل لقر أوجدا بايما أو يعني باسي أوج بكين أقرتي مجمع زانات باريس سري هالدا لنا مذاهب فقه كامون بس منصف بونا يعني معتدل بونا لهرش أنا قر بيان زاني با بلغي برامبر بهستر باش وين كوتوي أو دبون وديان قلت أو رأي راجح ترى أقرتي رأي مذهبي خوشان بمرجح دادنا والتعصب شان فريدة داو ويرجحون القول ولو خالف المذهب يعني ترجيح أو قولان ذكر أقل مخالفة مذهبي خوشي بها. خلاصة بريزان أنه مع ظهور هذه المذاهب الفقهية لقل صلرداني أو مذهب الفقهيانا وتكون مدارسها كبونا بمدرسيك باشعي كتكوين ودروس كران أتباعي هل يقلوانا كبيدابو برز الاتجاه الفقهي في تدوين التفسير بشكل واضح دواتر نسينوي يعني تفسير فقهيك بشكل واضح سري هلدا. وقد كان هذا الاتجاه الفقهي في التفسير على ضربين أوشيان أو اتجاه التفسير دو زوربون يكميان دو نوع دو اتجاه
كمان أن لا يقصد المفسر إبراز الأحكام الفقهية، مفسر ما بس بينا بحكم فقهي كان إبراز يعني دريب خابطاوي، لكنه سيعرض للأحكام الفقهية من خلال تفسيره بلا شك. يعني كاتك تفسيري ذكر دقيش آيات أحكام كان تفسيري ذكر بلام تسبه يعني خوض زور اللي ندس خواروا زور بفراواني باسي ندكر، ومن هنا سيظهر أثر مذهبه من خلال تفسيره آيات الأحكام. وليرج كاريجري مذهبكي بدر ذكر كاتك تفسير وآيات أحكاماني ذكرت هروكو بدر ذكر في بعض كتب التفسير المطولة يقلوا أنا كتفسير الطبري، إمام الطبري رحمة إخواني وابن عطية. إمام الطبري كسيسطو دو فاتي كرديام رحمة إخواني بي أو ديارك سرتا شافعي مذهب وتقريبا دلنتا دصال زياد تريش هر لسر مذهب إمام الشافعي دواتر أو بكوا بو مجتهد شيء مطلق يعني سر بخو مذهبي خوي جواز ابن عطية بهمان شيوا كمالكي مذهبا أجر تيوانا يعني أوجد تفسير شيء زور فراوانا بلام كات جيشتنا آياتي حكام باسيان كردو بلام إيطاليان يعني دريج دادريان تدانا كردوا. دوام اتجاه برزان أن يكون إبراز الأحكام الفقهية من مقاصد تفسيرها. هستاون حكم فقهية كان يعني إبراز كردوا أشكرا كردوا بدريان خستوا لناو مقصد تفسيرها كان إما يكون ذلك أثناء تفسيره القرآن كاملا ظاهر ستاون هي قرآن هرهمو كردوا، وذلك بالتوسع والاستطراد في ذكر مسائل الأحكام الفقهية متعلقة بالآيات وإن لم يشير إليها. هستا تفسير همو قرآني كردو بلام كجيشو تشوينا كان كآيات أحكاما لو تفصيلي بيداوة توسعي تدا كردوا. لو تفسيرانش كتفسير الجامع لأحكام القرآن كإمام القرطبي صالي شصته حفتاويك بخوي مذهبي فقهي مالكي مذهبا بلام يك لو مفسرانش كحارسان كتابك مشهورة الجامع لأحكام القرآن بلام جهتي تفسير آياتي بزينه هشتوا همو آيات كان التفسير كردوا بلام لما سلي أحكام القرآن زياتر تفصيلي بيداوة. ويكك لو كسانش كمنصفة يعني لزور شوينان هيا ترجيح مذهبك خويناك أجرزاني بقولي برامبر بهسترا أو بتخصيص كتاب في أحكام القرآن يعني هستا ونسيان كرديا كتابي كان دابزران يعني تأليف كردوا بس تايبت من بس بأحكام القرآن يقتصر فيه على تفسير آيات الحكام فحسب يعني تنها آيات حكام كان يعني تفسير كردوا وآياتان كحكم اللي ورناجيري باس يعني كردوا وهو الأغلب في كتب أحكام القرآن أو أغلب يعني كاتك ضلين تفسير آيات الحكام يعني ما بس من بي أو تفسيران كتنها جرينجان بو آياتان داوا كحكم فقهي ورجيراوا آيات كان تريان باسنا كردوا. أبرز المصنفات في أحكام القرآن أو كتاباني كزور أشكراون كتصنسراونة ولا أحكام القرآن ديار زانيان هر سبارت بو علم هر لقديمة ولبيش هميانش دطانين المقاتلي كوري سليمان كأتباع التابعين صالصة بنزاو فاتي كرديا كتابي تأليف كرديا بناوي تفسير 500 آية من القرآن في الأمر والنهي والحلال والحرام. تفسير كرديني بين صد آيات دا قرآن لا أمر ونهي وحلال وحرام كأوا مطبوعي شاقيشت دسمان أو دياري كم كزبا سبارت بآيات حكام هستاوا تفسيري كردوا. ثم تتابعت المؤلفات بعد ذلك بحسب المذاهب الفقهية ومن أبرز ما طبع منها فعشان تأليف كرا بلام أو جاربة في مذهبي فقهي بون في المذهب الحنفي أحكام القرآن لأبي جعفر الطحاوي كإمام الطحاوي صار سياسة بسيوك وفاتي كرديام دوميان أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص كصار سياسة حفتا وفاتي كرديام. وفي المذهب المالكي لمذهب إمام مالكش يكم برن أو كتاباني كهي تأليف لسركلا ولا أحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي كصالي بين سطوت سلوسية وفادك دوميان أحكام القرآن لعبد المنعم ابن الفرس الأندلسي كصالي بين سطوت حفظ وفادك بين زميان الجامع لأحكام القرآن للقرطبي وهم وكو تفسير استفادي لذكره هم وكو آيات أحكام يشبه مانشت. وفي مذهب الشافعي أحكام القرآن للشافعي ديارك إمامي بيهقي استوى أو قول فقيه أو برنك بيوان دار بآيات أحكام جمعي كردوا لإمامي في برن بيهقي كصالي 450 وفاتي كرديا كإمامي شافعي أو آياتاني كآيات أحكام تفسيري كردوا أو استوى جمعي كردوا. كتابي تشتر لأحكام قرآن لا سمذهب إمام الشافعي أحكام القرآن لأبي الحسن إلكيا الهراسي كصالي 509 وفاتي كرديا. كتابي ترجها لمذهبي الشافعي تيسير البيان لأحكام القرآن
لابن نور الدين الموزعي كصالي 820 وفاتي كرديا أو سبارت ببي أو مذاهب فقهياني كباسمان كرد. ومن كتب المتأخرين والمعاصرين لكتب متأخرين ومعاصرين كانش برزان كسبارت بآيات أحكام نسرا وتوانيل المرام من تفسير آيات الأحكام لصديق حسن خان 1607 وفاتي كرديان. وهروها تفسير آيات الأحكام المنسوب للدكتور محمد علي السايس كمصرية صالح 1606 وفاتي كرديان. وهروها أحكام القرآن الشيخ محمد بن عثيمين صالح 1620 وفاتي كرديان. وهروها روائع البيان في تفسير آيات الأحكام لبو الدكتور محمد علي صابوني. هروها إمام السيوطيش كان 911 وفاتي كرديان كتابة هي الإكليل في استنباط التنزيل. أوش كتابة زور بسودة باز لعمومي علوم القرآن الذكاتن يعني خاصة بس بأحكام القرآن أحكام فقه بلام اللي أوش أماجي بيكرديا سبارت بمنهجي أو ترتيبي كتب أحكام كتازة باس ما كرد منهجان سونا برزان أو تيبنياني كالسريان هي ترجع ترتيب كتب أحكام القرآن على منهج ديار بدو منهج تيبريا يكمي الترتيب على موضوعات الفقه وكو كتب فقه بين طهارة صلاة إن زبوش زي. وعلى هذا صار مقاتل بن سليمان وأبو جعفر الطحاوي والبيهقي ديار أوانا أو رويان قلت تبر يعني ببي ترتيب كتب فقه رويشتونا دوم يعني الترتيب على سور القرآن ببي يعني سور القرآن كلا سورة فاتحة دس بدك للناس كتايدة. وعلى هذا أغلب المصنفين في أحكام القرآن الزور بين المصنفين أو يعني اتجاه دوم زيادة غالب ترو مشهور تراك لسر الرويش تبن وكو إمام الجصاص ابن العربي وإلكيا الهراس. ومن أبرز ما يلحظ على هذه الكتب ما يلي أو تبنياني لسر كتاب أحكام تفسير آيات أحكام هي برزان يكمن ظهور التعصب المذهبي على بعض أصحابه عندك لو أنا تعصب مذهبيان هي أو كتبيني لسريان نسرا وتوا تاوكو هندي زرقيش تا أوراد كإنكاري مخالف كراوا وقصشي بيقو تراوا وأجرتي هندي تشان هي معتدل إنصاف يعني ويقلو أنا كإمامي قرطبي يعني كمالكي مذهبا لكتابة كي خوي هندي زاريا ترجيحي مذهبي إمامي مالكي ناكات بلكو ترجيحي مذهبا كي تردك كهزدك بلغا كي بهسترا دوميان الأصل أن المفسر معني أصل مفسر دبي جرينجي بتبدأ بمعرفة الحكم المنصوص عليه في الآية أو حكمك وكون نص لآياتك باسكرا فإذا مر به حكم فسره أجر بسار داروج بحكمه بتفسير كردوا وبين الحكم الشرعي في ذلك حكم الشرعي كشي باس كردوا. لكن ظهر في منهج بعض من حرص على ذكر أحكام القرآن من المفسرين أو من كتب في أحكام القرآن خاصة الاستطراد في ذكر المسائل المتعلقة في حكم الآيات وإن لم تشر إليها برز أنا ما بس يسيا أصل يعني بون من التفسير آيات أحكام دبيت سبك مفسرك آتكي بيتو تفسير بك حكم الشريعة كشلي وربري بلام هنديك لو أنا تبني على السنسرة أو يصدقها تبني باس هنديك بابتي فقهي كردي اللي كأصلا أو آيات باسي أو بابته بهيز نوعك ناكاتن لا من قريب شكابري قوتي ولا من بعيد احتمال لا من بعيد استفادة اللي بكاتو أمش بك بلام من قريب باس نكره كواتا بيز ناكاتن أو تفاصيل اللي بو بابته فقيانا بكاتن نمونج بو أنا بون من مسألة التعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم همو كزداني وكو سربخوبون التعوذ يعني آيات نية بلام وكو سرتاي خوينو القرآن بلا دخ بيتخوين اللي توا بلام أتو بي باسي أو بكين نا دل لبر أو دبي أتو التزام بتسبكين بآتكان قرآني لو آيات أو حكمها تباز بكي بس حكمه شي فقهي أجر هاتو لو آيات باز نكرابي بيزنا كاني باز بكي بوي وكو تبيني لسر أو مفسرانا أو تبيني لسريان هي بريزان بينزم بابت بينزم زانستكاني علوم تفسير القرآن بيدا قترين علم الناسخ والمنسوخ في القرآن مفهوم النسخ سمتشي نسخ لرويز معنواني يطلق على الإزالة بإزالة يعني لادان شتيق لابدي بيدا قترين إزالة بو إخوائي قولة فورميلا سورة حج لآتي بنزاودو فينسخ الله ما يلقي الشيطان ديارة فينسخ يعني فيزيل هذا بأويك الشيطان وسوسيان دخاتنا وضل هاروها بمعنى النقل جده نقل كردني شتك ومنه قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون أو كردوانا كيو ديكن إما كردوا كان دنسين لسرتا نقل دكين كلا سورة جاثية آياتي بالسنوة. النسخ اصطلاحا لروي زارهوي
النسخ في اصطلاح المتأخرين ديارة كدل المتأخرين أو قيدي بودانا ديارة متقدمين زياوازيان هي دواتر كدين سري باسي عندكين بيناسي النسخ للاي متأخرة كان دليل رفع حكم دليل شرعي هل قردن حكمي دليل شرعي أو لفظه يعني لفظك لا بدري يعني حكمك لا بدري يعني لفظك لا بدري بدليل من الكتاب والسنة بلغيك دبي أو كتاب أو بلغيش يعني الكتابي يعني السنة بيغنبري خوابي صلى الله عليه وسلم نموني أما خواهي جورة دفرمي لسوري النساء آياتي 15 و 16 واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما أو آياتي خوين مانو برزان نسخ كراوا بو آياتي إساك داي خوينو لسوري النور لآياتي 2 خواهي جورد فرمي الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ابن الجوزي رحمة إخوائي لبي دفرمي لكتاب المصفى في علم الناسخ والمنسوخ دفرمي فدلت الآية الأولى أو آية بازو شخصي السورين نساء كتازخين مانوا على أن حد الزانية في ابتداء الإسلام الحبس إلى أن تموت أو يجعل الله لهن سبيلا كسيك أجر زناي كربالة سرتاي إسلاما أو حبس ذكراتا أو كدمرت يا أخوي جورا رجايتي بودادنان أوش عام بو سبارت بالبكر والثيب يعني تي سنجل بي يعني تي صالت بيتن نمير دي كربي نجني هنا بي يعني ثيب بي كوا جني هنا بي يعني شوي كربيتن. والثانية آيات الدوام إلى أن حد الزانيين الأذى آيات الدوام جارة كسيجر زناي كربا أزيت ينددا فظهر من الآيتين كواتب بدردك لو دو آياتين أن حد المرأة سبو برزان الحبس والأذى جميعا حبس كردن لمال دبا حبس بكرابو أذى بدرابا وحد الرجل سبو كان الأذى فقط بس أذابو بلام دواتر أو حكمان نسخ كرا بتسيبوي كوا أجر بياو أجر عفرتي زناكر وبياوي زناكر أجر زنان بكربا وتسب إقراري خوانيان بتسب شهود صار شاهديان للسرهبا أو جلديان ليددرا. أما النسخ على اصطلاح السلف والمتقدمين بلام بابتي نسخ للاي السلف الصالح وزاناني بيشو ديار ماناي للاي أوان مفهوم نسخ فراوان تربو فهو عندهم رفع أي معنى في النص بنص الآخر هر نصك بنص يشتر أجر هاتو حكمك هر جرابا زاو هر جيرانا سواء كان كليا بكلنا ما با لجميع الحكم كما في اصطلاح المتأخرين هو كل متأخرين كان باسكرا أو جزئيا يعني هندق لعبتي وكتي كرفع العموم بالتخصيص آياتك عامة بس خاص ذكري بهندك شان ورفع الإطلاق بالتقييد آياتك مطلقة بلام تقييد ذكري بهندك حكم شرعي ورفع الإجمالي بالبيان شوينك بمجملي هاتوا يعني تفصيلي بين دراوا بيان كراو لشوينيتر كوار رفع ذكري والرفع بالاستثناء يعني دبيني آياتك هاتوا بلام استثناء كراو هندي شيلي زيا كراوتوا كواتا أجر بيو سيري كان مفهوم النسخ للاي متقدمين السلف زانان أو جوازا معناها كي معناها شي فراوان ترى بلام للاي متأخرين النخل لاي متأخرين أو حكمك بكل نابي بمنتن بلام للاي أو نا حكمك بون منا أجر عام بي خاص كرا أجر إطلاق بي مقيد كرا أجر إجمال بي مبين كرا وهروها باستثناء بهمان شت كواتا السلف كانوا يطلقون على كل هذه الأنواع أو نوعاني كإذا تازا باس ماكر السلف همو بيدا قلت النسخ حار همو هيت جواز جي بيناكر بوي أجر كسيك بيوي بيتن مفهومي النسخ لسلف تيبقى دبي زور بوردي تداور ببتو وكو تسنموني أما لعبد الله يكري عباس رزاي خوايلي بكهات ودفرمي لسوري إسراء آياتي هجدا لتفسير أم آياتام من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ضلن أو عبد الله يكري عباس دفرمي أو النسخة إنه ناسخ تسيها ناسخي أو قولها
زكاة كما نخرج مطلقا ومعناه مقيد بالمشيئة، وهو قوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. هر كسيك أجر هاتو حرث آخرة يعني برهم آخرة بدز بيني نزد له في حرثه، وابو حرث يعني لو بو برهمك بو كارثة كان زيادة كان. هر كسيك بيها ولا الدنيا بهمان شد يعني حرث الدنيا بربومي الدنيا بدز بيني نؤتيه منها بيددن ولكن وما له في الآخرة من نصيب، برام الآخرة نصيبي نابتين. جرنجي زانستي ناسخ ومنسوخ وحكمة لوا بو ناسيني ناسخ ومنسوخ برزان جرنجي كي دبي بقرين ولاي زانان أهل علم، زان أهل علم لا فقهاء لا أصوليين لا مفسرين سون باسيان كردوا تاوكو أوانا من لا تيكل نبيتن. بويا آثار سبارت بمزور هاتوا ك باس لجرينجي فيربون وناسيني ناسخ ومنسوخ. لواك لعلي كوري أبي طالب رضاه خواه اللي بيك أثري كتفرمي أنه مر بقاص يقص في المسجد فقال له لمسجود بلاي كسيك داتي بري قاص يعني كسانيت سورك جيروان يعني سورك عند جيراوا. علي كوري أبي طالب رضاه خواه اللي بي فرمو: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ آيات العلم ناسخ ومنسوخ دزاني؟ قال لا. قلت نخر. قال: هلكت وأهلكت، خود بهلاكت دا وخرجت بهلاكت برت. زابويا أو أثرات دلالة لجرينجي زانستي ناسخ ومنسوخ دكا. وهروها بو جرينجي يعني تون بزان جرينجكا وتعظم تلك الأهمية من خلال المعنى الواسع لإصلاح يعني غير أجر الشارع زاي نسخ لاي سلف نبين زاروا هذا بين هذه زار هي جليدك يعني برخنا دادن كتسي الأصل ده أول رخنا نية اللي بري مفهوم نسخ لاي وان مفهوم يشفراوان تيري هي. وهروها أو زانستاني كمفسر بيويسي هي بو أو بتواني تن لناسخ ومنسوخ بون من الشارع زايج دبي طواوي هبيتن لمسلي ناسخ ومنسوخ. هروها كما أن لورود النسخ في مسائل الشرع حكم عديدة من أهمها هندي حكمة هي وكزانان باسيان كردوا بو نسخ لهندق مسألة الشرعية هي جرينجي كانت سنة وانا برزان يكم مراعاة مصالح العباد يعني مراعاة كردين سعوديري كرديني برجواندي خلق، وذلك بتشريع حكم في حين وتشريع غير في حين آخر بما يوافقها. يعني دبن أو حكمه بو سردم يقدان دراوات دواتر حكمه هرجراوة يتشترها تلجي أو يكم بو سردمي خوي جنزاوة أو يدوميش بو سردم كيتر يعني مراعاتي أو مصلحة كراوة. دوم يعني ابتلاء المكلف واختباره بالامتثال وعدمه. هروا دبي أوش بزانين يعني مكلف مروفا إيمان دارا كان هم يعني ابتلاء تحقيق كردنوية خواهي جور تاقيمان دكاتو ملكتين يا ملكتين نابين. سيما إرادة الخير للأمة وتيسير عليها ويستني خير بو أمته وأسان كردن بوان كخواهي جور ديها ويتن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لأن النسخ إن كان إلى الأشق ففيه زيادة الثواب. كما النسخ معناها لبو أشقتر يعني بس لسرتا مدو دون ويجمان ذاك لسرتا إسلام كلامك كبون برق قبل الهجرة بو بيز نويجي حتميا دو نويجك بياني نويجك ايواريتي دور كات دواتر كبو بيز نويج بينز كاتي تر او برو اشق ترويش بلام ازروب هذا زياتر بوا. وان كان الى الاخفيف ففيه سهوله ويسر. اديقر نسخ لبو اخف برواتن يعني كم تر كل مسألة قتال اسادين بحث دكين اوش اسان كاريه سهل كردنا بو امتا. مرزا كان النسخيش بريزان من خلال ما أورده الأصوليون أو كأصول زاناني أصولي باسيان كردوا دتوانين لو تسن مرزي خوار وكتسار مرزا باسيان بكين. يكم شد بريزان آقاد دربن أن يكون الحكم المنسوخ شرعيا دبي حكمك الشرعي بي يعني حكمي عقائدي بهيج شويق نسخنا به، حكمي أخلاقي بهيج شويق نسخنا به دبي حكمي شي شرعي بيتن. دوم يعني أن يكون دليل لرفع الحكم دليلا شرعيا أو دليلك حكمك هردك دبيت الناسخ دبي بلغيتي شرعي بيتن وكو قرآن وسنة كدين السري باسي دكين باس دخلافة كشي دكين إن شاء الله كامان بكامان نسخ دبيتن. سيم يعني أن يكون هذا الدليل الرافع متراخيا عن الدليل الحكم الأولي غير متصل به. أو دليلك دبيت الناسخ حكمي بيش أخوي هردقي دبيت تأخير تردع بزي بآياتك تأخير تبدأ بدابة زيبتن وهروا نابي متصلش بعينابي للناو يك آيات بيتن. سؤالهم يعني أن يكون بين هذين الدليلين تعارض حقيقي بحيث لا يمكن الجمع بينهما.
دەبێت لە مابینی ئاەتی ناسخ و ئاەتی منسوخ هەبی تعارض یعنی تێکگیران هەبی نەتواندرێتن جەمع لە نێوانیان بکرێتن. لەوەی کە تەفسیری کە تازە کردمان دەتوانین ئەمە ما يقع به النسخ نسخ بەچ دەکرێت بەڕێزان نسخ قورآن بە قورآن دەکرێت و سەبارەت بە سونەش دین باسییان دەکەین و دەیکەن بە چار بەش. یەکەمیان نسخ قورآنی بالقورآنی ئەوە کە زانایان لەسەر متفقن کەوا جائزە و واقعیش بووە. دووەمیان نسخ القورآنی بالسنەتی جمهور لەسەر ئەوەیە على جواز وقوعه يعني جائزة كوا وقوع ببيت النمونج لو استقبال القبلة لبيت المقدس لنويجا دواتر قرابو مكة ديار أو يكميان سرتا استقبال بيت المقدس بحديث بيغمبري صلى الله عليه وسلم ثابت بلام دواتر فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره أو بآيات القرآن كواتلير القرآن نسخي سنة كير ساميان نسخ القرآن بالسنة هذا كري أما آيات القرآن حكمك نسخ كين بالسنة جمهور على عدم جواز وقوعه جمهور ذر النخر أو واقعنا بيك مرز إلا أن تكون السنة متواترة ما قر السنة كمتواتر بيتن سنة متواتر كان دي دلالة كده بيت الدلالة شيء قطعي سالم نسخ السنة بالسنة اتفق على جواز وقوعه أو كزنان متفق لسروي كهيا إلا نسخ السنة المتواترة بالسنة الأحادي أدي نسخ السنة أحد سنة متواتر بأحد ذكره أو الجمهور لسروي كضلين نابتا يعني أجر هاتو حكمك بسنة متواتر ثابت بي بمعنى حكمك هرب جرين منسوخي كانوا بيجي تر كناسخك أو زار السنة أحد بي جمهور درين نابتين. أما نسخ بما سوى ذلك بلام غير أوي ككتاب السنة كالإجماع والاجتهاد فالصحيح عدم جوازه. رأي صحيح ويك جائزني زور كان ينسخ القرآن إجبريزان جارك سي زور هي نسخ حكم مع بقاء تلاوته حكمك هرجلا بلام آياتك هر وكو خوي دمينيتن وكو سورة أنفال آيات شيسبينز يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلب 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ديار اللي ريك بديع أو نسخ كراوا بهمان سورة بلام آيات شيس الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200 وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين أو جارب ويكبدو يعني لا يكبدي بو يكبدو أو التخفيفا بو إمام السيوطي رحمة الله عليه بيد فرمي وهذا الضرب هو الذي فيه الكتب المؤلفة زياتر كتب مؤلف للسرعويك وحكمك هرجرا بس تلاوتك هرماوا زوري الدوم يعني نسخ التلاوة مع بقاء الحكم تلاوة كنما بس حكمكي هرماوا نمونج لسر برزان حكم الرجم للزاني المحصن يعني اگر هاتو بياو خيزان دار بيان افرد ميردي هبو زنان كرت او انا الرجم كردنا وقد نزل فيه قرآن ثم رفع لفظه ديارة آيات سرتها تتخوار بلام دوات اللفظ كي هرجراوا تنها حكمكي ماوا أويك إمام بخاري ومسلم لصحيح خوان لعبد الله كري عباس كجيلي ولا عمر كري خطاب فرموتي لسر منبر رزاي خواي بي فرموتي إن الله بعث محمدا بالحق پروردگار محمدي صلى الله عليه وسلم بحق ناردو وأنزل عليه الكتاب كتابي بسر دابا زاندوا فكان مما أنزل الله آية الرجم لويك لسرتها ودابزي وآيات رجم فقرأناها وعقلناها خويندو مانو وتيشي وأن تتنا وعقل مان ووعيناها معناها كشي تيجي يشتون فهمكي إذا تفرمي رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعدها بيغنبري خوا لسردمي وين ديار حالتي رجم رويدا كرجمي كرديا وإيمجل دواي أوي تفرمي الرجم دكين أجر هاتو زاني محصن أجر هاتو زنان كرد إذا تفرمي فأخشى إن طال بالناس زمان تترسيم أجر زمان دريش بيتن أن يقول قائل كسيك بي بليتن والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله ما آيات الرجم نديت لكتاب إخوة فيضل بترك فريضة أنزله الله قمراب بهوي وازهناني لفريضيك خدا داي بزاندوا والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء ورجم كردن لكتابي خواي قورش حقا لسر كسيك كوا
محصن بيتن سبيا وبيت سجن بي أجزيناي كرد إذا قامت البينة جاب بينة يان أوتي إقرار بخوي إقرار ذكا يان أوتي دبيت سار شاهدها بي بين أو كان الحبل أو الاعتراف يان حبل يان حملي هبي يان اعتراف بك وهروها ابن ماجه رزاي خواي لبي لسنني خوي أو زياد كروا وقد قرأتها الشيخ والشيخوخة إذا زنيا فرجموهما البدة بياوي بتمن وآفرتي بتمن أجزينان كرد رجميان بكان ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله وهروها أما دشمان خوين دو آياتي ترك لفظ كان رفع كراوة بس حكم كان ماوا أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم رغب عن يعني أزيدان يعني ما فخواردني داكو باوك هركس يشواب كاد فرمي أو كفر وكفر بكم أن ترغبوا دايكو باوك يخوان أزيد بدايان إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو كفر ليوا بيداد بأجرهاتو إيوا دايكو باوكتان أزيد بدن وقد تضمن هذا الحديث كما ترى آيتين مما نسخت فيهما التلاوة بقي الحكم أو ديارك ودو آيات ما باسكت كتي حكم كان هرماوا بس آيات كان تلاوة إنما سيما نسخ التلاوة والحكم معا هم تلاوة هم حكم كشين ماوا نسخ الرضعات العشر التي تحرم ما يحرم بالنسب بينز شير خوارد أو شير خواردناني كالسرتات دبو يعني أجر من ضالك لعفرتك دزر شيري بخوارد بايا أو جاء وافرته بدايتي شيري بودا دندرا هروك كل فرمودي عائشة دايداتي ما دارن رزاي خوالي بهاتوا كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا بين دايتها دا خواردن يعني دزر أو من ضالال لو أفرتك شير دارتي تير بخوالي شير أو حرام دبول السري ثم نسخنا باشا نسخنا ب5 معلومات ببينزيان إذا دفرمي فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمبري خواه وفاتي كرد وهن فيما يقرأ من القرآن لقوكو قرآن برين دخوين دراوا طرق معرفة الناسخ والمنسوخ رجا كاني ناسيني ناسخ ومنسوخ بريزان زور جرينجا قول سكردنا ناسخ ومنسوخ يعني كاريتشي زور جوريا بيقين نبي ناكري كس قصيلة قربكا ليبكا بويا أبو جعفر النحاس رزاي خواي لي بدفرمي ولا يقال منسوخ لما ثبت في التنزيل أجشتك القرآن ثابت بيبناك قلت منسوخة وصحت فيه التأويل وأجر هاتو تأويل يعني تفسيري بكرة تعارضنا به إلا بتوقيف ما قر توقيف لبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم هذه أو بدليل قاطع يعني ببرقيتشي قاطع إن زابو أم ناسيني أمانة تنرقايك كزانيان باسيان كردوية كم يعني أن يأتي في أحد النصين ما يدل على النسخ ليقل نسكان دبي دلالتي أو إبداك أو آيات منسوخة هروكو لو آياتي سوري أنفال آياتي شيستوبين خواهي قوة فرمي يا أيها النبي يحرض المؤمنين على القتال أو الديار لسارتها بلام لآياتي شيستو سجلها من سورة فرمي الآن خفف الله عنكم أو الديار دواميان أن يعرف المتقدم من المتأخر في التاريخ تبين للروي ميزوا بزانين أوي كحكمك يهرجراوا أو متقدم ترى أو بيشتر داب الزيوا لأوي دواميان كناسخة سيميان إجماع الأمة على أن هذا ناسخ وذاك منسوخ كودنجي زانا لسر أوي أو ناسخة أو منسوخة ولا يعتمد في النص على الاجتهاد اعتماد لسر اجتهاد ناكري أو قول المفسرين يعني قول المفسرين أو التعارض بين الأدلة ظاهرا يعني كسيك بيبري والله دو آيات الظاهرا تقدجر النخرة وقسيوينيا أو تأخر إسلام أحد الراويين يعني ولا بر أوي أو من سكا أو دواتر بويتا مسلمان نخير أوان هيتيا نابتا بلغا مصادر ناسخ ومنسوخ أو تأليفاتاني كواتي داكرا وبرزان ديار هل لكون وتأليف لسر ناسخ ومنسوخ هل عهد تابعين هبوا لو أنا قطعتي كوري الدعامي السدوسي كطلبي ابن عباس وتابعية صالصة وحفظ وفاتي كردوا كتابه الناسخ والمنسوخ كمطبوع شا بردز دكويت هروها محمد كوري شهاب الزهري كصالصة بسوسار وفاتي كردوا بهماشت أويش لسر الناسخ والمنسوخ كتابي هي ولا بردست معنا ودواي أو أنا جار الزانيان تاوكو أمر لسر ناسخ ومنسوخ شتيانو سوال لو أنا
يكميان الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلام كصالي دوسة بسار وفاتي كرديا. دوميان الناسخ والمنسوخ في كتاب الله لأبي جعفر النحاس سياسة سيوهج وفاتي كرديا. سيميان الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب صار صوت سيوحفت وفاتي كرديا. سارميان الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لابن العربي بين صوت ثلثي وفاتي كرديا. بين زميان نواسخ القرآن لابن الجوزي كابين صوت تحفت وفاتي كرديا. لا معاصرة كان بريزان النسخ في القرآن الكريم دراسة تشريعية تاريخية نقدية الدكتور مصطفى زيد نوسيتي. هروها الآيات المنسوخة في القرآن الكريم دكتور عبد الله بن محمد أمين الشنقيطي نوسيويتي. ليرة إشتالا كوتاي بام درس من دادين درس دهاتو دسين سر علم متشابه القرآن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.